المسيح هيظهر امام عيون الداعية الاسلامي عبد الله رشدي، وهيبدأ ينشر الانجيل اللي هو كان زمان بيحاول يهدم فيه. واسمه مش هيكون عبد الله رشدي، اسمه هيكون بولس رشدي. وهو اللي كان بيهدمه فجأة بعد ظهور السيد المسيح ليه هيبدأ ينشره. وهنا الصدمة الكبيرة لكل المجتمع. انا بقول لك دلوقتي نبوة هتكون على حياة الشيخ عبد الله رشدي. الكلام ده رسالة سمعتها من السماء وجاي اخبرك بيها. كل الكلام ده هيحصل لان احنا داخلين على اخطر 6 شهور قبل نزول يوم القيامة، وفيه السيد المسيح بيظهر للناس من كل الخلفيات الاخرى بطريقة ما حصلتش قبل كده منذ انشاء العالم. وبيتحولوا افواج افواج من الظلمات الى النور، من الظلمات الى النور، معترفين ان الانجيل هو اول كتاب اتطبع على الارض، هو كتاب الله الوحيد، هو كتاب الله الاصلي، هو اول من ذكر قصة ادم وحواء، هو اول من ذكر قصة ابونا ابراهيم، هو اول من ذكر قصة يوسف الصديق. وزي ما يوسف انقذ شعبه من المجاعة، السيد المسيح هينزل عشان ينقذ شعبه من اليوم العظيم، من اليوم العظيم. وزي ما ابينا ابراهيم في القديم قدم ابنه اسحاق على المذبح، الله قال له وقف، انا هقدم ابني يسوع المسيح على الصليب. هو ده شجرة الحياة، كل اللي بيقطف منه بينول الحياة الابدية، اما كل اللي بيرفض يقطف من هذه الشجرة لن ينول الحياة الابدية. هي دي رسالة الله قبل مجيء يوم القيامة، قبل مجيء يوم القيامة. وكثيرين من الراقدين في تراب الأرض سوف يستيقظون. كتير ناس عيونها هتتفتح، كتير ناس هتفوق من الظلمات ومن الضلالات، كتير ناس هتطلب مجد الله ومش هتطلب مجد أنفسها. وانت الروح القدس هيحولك يا عبد الله يا رشدي، وهيكون اسمك بولس رشدي. الروح القدس اللي ما بيني وما بينك روح الله، روح السيد المسيح الشاهد الأمين، اللي قبله مفيش واللي بعده مفيش، لأن هو البداية والنهاية. هو بينشر دلوقتي البدايات والنهايات، لأن هدف الشيطان إنه يخفي البدايات والنهايات عن عيون شعبه. في الصفحة دي هو بينشر البدايات والنهايات، وبيقول لك الحقيقة، بيقول لك الحقيقة. والأيام اللي جاية يا كل متابعين الصفحة دي هتشوفوا آيات وعجائب رهيبة فيها السيد المسيح بيعلن مجده أمام عيون الجميع في هذه الأرض. وهتكون الأرض دي منارة، منارة، منارة أمام كل العيون، وشهادة عن السيد المسيح أمام كل العيون. لأن الوقت قريب، اقترب ملكوت السماوات على جميع الناس السامعين الاستعداد للقاء الله الحي. لأن الفرح بيشطب، والمعازيم بتسلم على بعض، والأنوار بتنطفي، والعريس هياخد عروسته ويطلع بيها إلى ما وراء النجوم. والروح القدس هيخطف كل المؤمنين بالأرض قبل نزول ال7 كوارث الأخيرة. احنا في الأيام الأخيرة، استعدوا استعدوا للقاء إلهكم.